هنا في الفيلا الجميلة ديت عاش شرير السينما المصرية الفنان الجميل عادل أدهم. الأستاذ المكير الكبير محمد عشوب حكى وقال إن هو في يوم من الأيام كان في تصوير فيلم سواق الهانم، قابل الأستاذ عادل أدهم وقال له: يا محمد أنا عايز أشتري تربة، هات لي تربة كده تبقى حلوة وتكون جنبي. والأستاذ عشوب اشترى له مدفن جنب المدفن بتاعه واتدفن فيه عادل أدهم ولوحده. بيحكي بقى الأستاذ عشوب وبيقول إن هو لما بيزور والدته وأخوه بيعدي على عادل أدهم وأحمد زكي، لأن المربع ده اللي هو فيه الأستاذ عشوب فيه كل الفنانين تقريبا. فبيقول إن هو لقى القفل بتاع المدفن بتاع عادل أدهم مصدي، محدش بيزوره نهائي، هو اتدفن لوحده واتقفل المدفن على كده ومحدش بيزوره نهائي. فهنا قابل الشخص المسؤول عن المدافن وقال له: يا أستاذ محمد بعد إذنك حاول إنك أنت تشوف حد من عائلة عادل أدهم، لأن أنا عايز أفتح المدفن، بيبقى فيه أطفال صغيرة بتبقى عايزة تدفن، دي بتبقى رحمة. لما بتدفن في مكان زي ده بتبقى رحمة للمتوفي. ما بعرفش إن أنا أفتح لأني مش لاقي حد من قرايبه. فأستاذ محمد بيقول إن هو قال له: يا محمد، قال له للشخص المسؤول ده، قال له: افتح على مسؤوليتي، مفيش حد من قرايبه موجودين، افتح وادفن الأطفال ديت على مسؤولية الشخص.